يتواجد أمام كل من خالد كوليبالي، علي البليه، حيث الهلال يخوض آخر عن قيمة أن الأهداف تتحقق. الكثير من العروض الأوروبية يتواجد مع الهلال، أنها على الإطلاق يا سالم حاله بالنسبة لميشيل ديلغادو. الضغط على كقائد الفريق سيدور تشوك بالرقم 5. على الجانب الآخر لدينا دينامو كييف الأوكراني في 8 مباريات لعبها في الدوري هنالك في أوكل. دينامو كييف في الهجوم، الفريق الأوكراني يتقدم والتسديد والهدف الأول من بدري دينامو كييف يصل إلى شباك المعيوف، وبويانسكي يسجل أول أهداف المباراة. ذهب من جديد بينما دينامو كييف يبدأ المباراة بقوة. تمبل يستبعد كوليبالي من أمامي، من الأخطاء من أمام بينيتو، لكن عبد الله المعيوف أيضا تمريرة خاطئة، تدخل وعلى طول بتعود باتجاه روبن نيفيز، عرضية جهة اليسرى باتجاه ناصر، خطفها ناصر، تقدم الدوسري، سدد ناصر، لكن الكرة انتهت إلى ركلة مرمى. مجهود إلى بيلوفار في الجهة اليسرى. الحديث عن هذا اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش، كرة تصل إلى ميشيل بيلوفار، عودة إلى ميشيل ديلغادو، مررها باتجاه روبن نيفيز. مباريات ودية هنا روبن نيفيز، المرور الجميل، عبد الله والتسديد. فريق والدة اليوفي حينما كان يلعب معهم زيدان، كرة باتجاه موسم كبير إلى جانب ديكلا رايس، إلى جانب بقية الأسماء. خلف هذه الكرة الثابتة راح يعرضها على طول إلى الأمام، فرصة جول لسافيتش، لكنها عدت. حصل في الموسم الماضي بلا شك. عودة الآن من جديد، نشوف فيها سافيتش، نشوف فيها كاريو، جيرسون اللي كان أيضا متواجد في كرة القدم السعودية حينما عادت مرة أخرى تعود من جديد باتجاه كاريو، وصلت إلى الجهة اليمنى ديلغات الودية. نبقى مع هذه الكرة، التسديد، الفرصة، الله خطير، الضغط عليه موجود من أكثر من لاعب، مشيها يا سالم، لكن يتحصل على كرات الثابتة. روبن نيفيز، تسديدة قوية كلها، برافو سعود عبد الحميد، الله على المرور، عبد الله والتسديد، لا يرى فيها شيء، الحكم النمساوي لا يرى فيها شيء. بنتو يتقدم ويسقط روبن نيفيز للهلال، خطيرة جدا للهلال، الفرصة لا زالت قائمة، السقوط من سعود، المطالبة بركلة جزاء باتجاه ميشيل ديلغادو تقدم، ديلغادو لا زالت مع الكرة. هذا خطأ في مكان أخطر، هذا خطأ في مكان أفضل. قد نشاهد سافي خط لاعبين وسط، هذا ابراهيموفيتش لاعبين وسط. الكرة الاستلام، الله على الكنترول، التسديدة من مالينكو الآن في الجهة اليمنى، محاولة عرضية خطيرة، عرضية لمصلحة دينامو كييف، خطيرة، الكرات الهوائية فيه الهلال أفضل، أقرب حتى للتسجيل، لكن هذا الأمر لمرز لمواسم عديدة قبل ذلك كان متواجد. نزار فولخن، اتجاه بينيتو، كاريو تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى، محاولة اللعب بصورة مثالية إلى الجهة اليسرى، محاولة كورنر الذي قابله الهلال في المباراة السابقة. كاريو في الجهة اليسرى، عرضية، صراع الأفريقي ما بينهم، بينيتو تقدم، بينيتو مر في الجهة اليمنى، وصلت لعبد الله بيعرض بشكل جيد، سالم في التمرير لكن بشكل خاطئ، عادت إلى تقدم دينامو كييف بهدف دون، وانتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة الهلال، وسرعان ما تعود من جديد لمصلحة الفريق الأوكراني. شوفوا اللي جالس، هذا هو لوشيسكو اللي جالس، هذا هو مدرب دينامو كييف. عودة مرة أخرى، 7 دقائق، منطقة عادت في الجهة اليمنى إلى سعود، عرضية لكن إلى البليهي، عادت إلى سالم، نقي تركيا، درب أيضا إنتر ميلان في جاي ناصر الدوسري، رأسية، التغطية الدفاعية إلى كروية رياضية على الآخر. لاعب خط وسط في تاريخ لاتسيو على الإطلاق تسجيلا للأهداف، هذا هو محور، هذا هو لاعب غير مطالب بتسجيل الأهداف. خلاص يا بليهي صل أغلى الكؤوس، والهلال سيلعب أمام الجبلين، كرة خطيرة جدا وفرصة كبيرة لكنها عدت، فرصة كبيرة لمصلحة دينامو كييف، كرة بوبوف عدت إلى ركلة ركنية، تتنفس بالكرة أمام هذا الفريق يا مالينكو. دقائق 63 العرضية، فرصة في راية مرفوعة إلى سالم، يلا يا سالم، عبد لا شك بأن الأوكراني جاهزيته أكبر، لياقته أعلى، كرة خطيرة، عدت يا رفقة ألكسندر لاكازيت،
كرة تعود في الجيفيتش متر 91. لا هذا أطول وأكثر. يورجن يا يورجن عرضية خطيرة. الله وين راحت هذه؟ راحت بعيدة يا علي، راحت بعيدة يا بليهي. انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الأوكراني. شوف اللقطة مرة أخرى، يبدو لي بأن كان في لدينا كوليبالي الأفضل الأخطر من صغيرة وكبيرة في معسكره هنا في النمسا. حرصوا بشكل كبير على أن تكون مباريات الهلال منقولة الصباحية والمسائية والمباريات الودية الكبيرة والكثير الذي يرى فيه خيسوس بأنه تحت هنا في النمسا لأول مرة في ودياته في كل المشاهدين والمحبين والمتابعين. لكن حارس